بهذا الشريط، لا أمانة خلي يسمعوا كيف يتهمون. مش تجاوزوا أبي بكر وعمر، تجاوزوا أبا بكر وعمر، تجاوزوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع. إطفائية مالت نار، رجل إطفائية، فتنة البصرة أخمدها، اجى الصقين مثل قاتل 18 شهر يخمد النار ما قدر، صارت فتنة أخرى من ثلث في النهروان اجى أخمدها، وإخماد الفتنة تلك يعني عن علي رضي الله عنه، وولدت فتن أخرى وولدت مآسي ومجازر. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بني ونهار. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة، وبلبلة هذه الأمة، وضياع هذه الأمة، وفتنة هذه الأمة. معلش اسمحوا لي يا أخوان، أقسم بالله يقف شعر المسلم من هذا الكلام. تعرفوا ماذا قال؟ قال حدث فتنة في المسلمين وحسن حريقة وطفاها علي، وقال لعنة الله عن من سبب هذه الفتنة، ثم حمل ذلك الرسول فلعن الرسول بقصد أو بغير قصد. لاحظوا خطورة الموضوع، يقول له أخطأت خطأ كبيرا. هذا الواقع لو قيل لعلي أخطأت لكفروه، أما هذا الواقع الجائر الظالم يقول أخطأت خطأ كبيرا أنك لم توصي. فهي شهادة على أنه لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أريد منها الشهادة، لكن أريد من هذا المجرم كيف تجرأ. ليس لحظة ما انتهت. شوف تصوروا، لعن من شتت هذه الأمة، ثم قال يا رسول الله أنت شتت الأمة. اسمعوا وعوا سجلوها عنكم اللي يستطيع، وتذكروا هذا الجرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الوقاحة. تريدون اسمعوا. وولدت فتن أخرى وولدت مآسي ومجازر. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بني ونهار. يقصد الرسول. ايه نعم يا شيخ، خطير جدا. لا لعن الرسول. ايه نعم، يقول انه لعنة الله عن اوقع هذه الامة بالمتاهة، ثم يقول انت اوقعتها، انت ما نصتش. ايوه انت ما اسمع يقول له تتحمل مسؤولية. اعوذ بالله. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بني ونهار. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة، كذاب، وبلبلة هذه الأمة، وضياع هذه الأمة، وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله؟ أكو خطأ، أكو بالماكنة خرخشة